زين. وهالنزيانات. زين. تركت الرديف او تم استبعادك، كاملنا كمل السؤال وتجاوبنا عليه. تركت او استبعاد، جئت للشباب بظروف غير طبيعية، هل كانت قناعة فنية ام هروب من فشل محتمل من فريق الرديف؟ ما طولنا الرديف على مود انا هربت من الرديف. يعني انت ليش يعني مثلا العام انت على الرديف، هسه ليش ما خلوك على الرديف؟ وشوف باو، هو انت بالبدايه من حكيت هذا الامور، هم وسموا مدربين على الرديف، بعدين اختارونا على الشباب. زين. انا بعدين شفت الوضع الشباب خل نسوي جيل جديد. انت رايد الرديف بالبدايه والشباب انا كشيب بالك يعني عوف الهيئه الاداريه وعوف قراراته. الصراحه اثنينهم زينين يعني اكثر يعني شيء الرديف باعتبار تم يعني منسجم وياهم متأقلم. لا شوف بعدين وصلت القناعه بين اللاعبين الرديف، وصلوا لمرحله اشباع اللاعبين اللي عندي، وصلوا مرحله اشباع باعتبار يعني يلعبون ويا الخط الاول، باعتبار ويا الخط الاول وصالهم سنين وياه، خلينا نعطيهم فرصه يروحون الباقي. زين. والانديه فالشباب جيل جديد ما طالع للساحه وقدرنا. والعام ما اشتركوا هاي الفئه اعتقد. ما اشتركوا هاي الفئه، العام فقط الرديف ناشئين والبراعم. زين. اخر سؤال بالمحور الفني، كل مدرب يتخبأ خلف كلمه قله الدعم، ما الذي فشلت به انت حتى لو توفر الدعم لك؟ انا يعني مثل الناس كلها تعرفني، انحت بالحجر، اكو دعم ماكو دعم ما اوقف ابد نهائيا. ويعني ما اريد اتطرق لغير الامور، بس انا اعرف شلون امشي فريقي بالظروف الصعبه اللي اكو فتره من الفترات ما كان عندنا هيئه اداريه. الحاج حسان او طيب الذكر استقال فتره، ويعني الفريق الاول وقاده الجماهير وقاده كابتن محمد الصاح اعتقد بذيك الفتره، وانا كنت وحيدا فريدا وقدت الفريق ووصلت لحد النهائيات في اربيل، وبعدين اجت الهيئه الاداريه. فانا ما اتعكز على الدعم المادي نهائيا، بس اتعكز على امور اكو فلوس وما توصل للفريق، هاي فقط انا اتعكز. جايين هاي بالمحور الثاني. احنا نودع المحور الاول وندخل بالمحور الثاني اللي هو المحور الاداري المرتبط بالجانب الفني لشباب نادي الناصرية.